السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم حبايبي في قناتكم قديم وجديد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهاردة معايا الخضار او مخلل الخضار المشكل. معايا دلوقتي زي ما انتوا شايفين اللفت، وده اوانه، وبيكون جميل جدا في الوقت ده من السنة بورقه الاخضر الجميل اللي انتوا شايفينه. بنستخدمه في المحشي الورق الاخضر ده، والراس بتاعته الجميلة الحلوة دي اللي في الوقت ده من السنة بتكون طرية وحلوة، مش مخوخة ولا شيخة. بننقيها على اساس ان هي تكون تقيلة معانا كده مش فاضية. زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده بنقطعها، وبنقطع البوزة بتاعتها زي ما انتوا شايفين كده، وممكن نقطع من ورا العنق بتاعتها الخضرة، وممكن نسيب حتة منها صغيرة كده. بنبدأ ننضفه زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي كل الكمية اللي معانا. انا سايبة حتة عنق صغيرة اهي مع بعضهم وبعضهم من غير، زي ما انتوا شايفينها في ايدي كده. بجيب القطاعة اللي معايا دي وبقطع بيها الكمية بتاعتي، بتديني شكل حلو قوي في المخلل بأي حجم وبأي تقطيعة انت عايزاها زي ما انت شايفة كده. وبفضل اقطع فيه بقى لحد ما اخلص الكمية بتاعتي. بجيب كمان معانا في المخلل المشكل ده الجزر، برضو بقطعه بنفس التقطيعة بنفس القطاعة، بكون طبعا غسلاه كويس قوي. بقطع برضو الكمية بتاعتي اللي انا عايزاها بنفس التقطيعة كده. عايزة اقولك طبعا ان كل الخضار اللي معانا هنا اختياري تبع المتوفر معاكي بتحطي في المخلل بتاعك. هنفضل نقطع لحد ما اخلص الكمية بتاعتنا، وبعد كده بجيبهم الاتنين الجزر واللفت وبحط عليهم شوية ملح خشن، وبسيبهم كده شوية لحد ما اكمل بقية الخضار بتاعي. ممكن اسيبهم نص يوم كمان او ليلة لحد ما يدبل شوية وينزل شوية مية كده صغيرين. المية دي برميها. بعد كده بجيب بقى شوية بصل صغيرين بيدولي طعم حلو قوي للمخلل بتاعي، وبجيب شوية خيار معايا برضو وبقطعهم حلقان كده، او زي ما انت حابة تقطعي بأي شكل قطعي. كمان بجيب معايا كرنبيت. الكرنبيت بتاعي بقطعه زي ما انتوا شايفين كده، وطبعا زي ما بيبقى متوسخ وفيه طينة مثلا او كده لازم اغسله كويس قوي قوي قبل ما احطه في المخلل، سواء هحطه كده او انا عن نفسي بديله غلوة. بسقطه في مية مغلية، يعني مش بغليه، بسقطه في المية المغلية وبطفي وبروح مصفية بعد دقيقة واحدة، يعني بديله صدمة كده بالمية المغلية عشان اضمن كمان نظافته وتعقيمه. وبقطع بقى حتت صغيرة شجيرات صغيرة كده زي ما انتوا شايفين، او زهرات صغيرة زي ما انتوا شايفين معايا كده. بقطع الكمية اللي معايا كلها صغير كده، وبروح حاطة كل الخضار على بعضه. وبعد كده نعمل بقى المحلول الملح بتاعنا ونشوف هنحط فيه ايه. هجيب بقى الملح الخشن بتاعي او اي نوع ملح انت عايزاه، وبغلي مية. بما ان انا مثلا عايزة المخلل ده يتعمل معايا بسرعة، يعني في خلال يومين او حاجة، بغلي المية وبجيبها سخنة زي ما هي، وبحط معايا كام ورقة لورا زي ما انتوا شايفين، وده روزماري بيدي برضو ريحة وطعم جميل قوي للمخلل بتاعي. ولو عندك زعتر اي نوع زعتر ممكن تحطي برضو شوية منه. انا جايبة هنا زعتر بلدي بيبقى له ريحة وطعم حلو قوي، بحط شوية منه. وده كله طبعا اختياري، يعني لو انت مش عايزة تضيفي الاضافات دي ما تضيفيهاش، بس بتدي للمخلل بتاعي طعم وريحة حلوة قوي. هنحط كمان معانا معلقة كبيرة سكر او معلقتين كبار سكر حسب الكمية بتاعتك، وبدوب الحاجات دي كويس قوي مع بعضها. بجيب كمان شوية حبة البركة والعصفر اللي احنا كنا عاملين به الليمون المعصفر لو فاكرين، بحط شوية منه برضو وبكتر شوية
حبة البركة. وبعد كده بحط كام فص ثوم بحالهم، ما بدقهوش علشان ما يطلعش الريحة والطعم بتاعه قوي، انا عايزة بس الطعم على او الريحة بتاعته على خفيف. بجيب هنا زي ما انتوا شايفين معايا الكرفس. الكرفس زي ما انتوا شايفين معايا ورقه عامل ازاي، هبين لكم الفرق بينه وبين البقدونس. ورق الكرفس بيبقى عريض شويه والعيدان بتاعته تخينه. شايفين البقدونس معايا الورق نفس تقريبا شكل الورقه، لكن على صغير شويه ورفيع وعلى خفيه شويه، والعود بتاعه ما بيبقاش تخين قوي زي الكرفس، علشان تعرفوا الفرق بين الكرفس وبين البقدونس. لبناتي الصغيرين اللي ما يعرفوش، هناخد بقى شوية منه كده ولو متوفر معاكي ونقطعهم على الخلطة بتاعتنا. كمان عندي الفلفل بأنواعه، بيدي ريحة وطعم جميل جدا برضو للمخلل، سواء حار سواء عادي. بحط منه زي ما انت شايفة كده، وخصوصا الطويل منه ده بيبقى طعمه احلى في المخلل. انا المية يا جماعة عندي دافية، يعني هتدبله شوية. طبعا احنا حاطين المية دافية زي ما انتوا عارفين. هنعصر كمان ليمونة كبيرة كده، وهنحط كمان معلقة كبيرة خل. يبقى دي معايا كل مكوناتي كده. كمان معانا البنجر. البنجر طبعا عشان اللون بيدي لون حلو قوي، بس ما تكتريش لان اللون بيبقى جامد جدا بتاعه. يا دوبك زي ما انا حطيت كده حتة صغيرة. ببدأ اعبي بقى المخلل بتاعي. شايفين جميل ازاي؟ شايفين الالوان بتاعته؟ ومفيد جدا 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 يا جماعة، جدا جدا للأمعاء والقولون، وخصوصا لما تستخدمي معاه كمان الملح الخشن اللي هو ملح البحر. يعني أنصحك ان انت تدوري عليه وتستخدميه بدل الملح الناعم او الملح اليودي. وبيبقى موجود عند العطار او في محل البقول اللي هو بيبيع العدس والفول، هتلاقيه متوفر عنده. بعد ما عبينا بقى وبحاول اكبس كده الخضار بتاعي على بعضه. بعد كده بحط المية بتاعتي زي ما انتوا شايفين، وبكده تقريبا خلاص كده يبقى خلصنا المخلل بتاعنا. حاولي تكبسيه على قد ما تقدري. هو كمان طول ما انتي سايباه بينكمش، وكل يوم كده حاولي تحركي البرطمان بتاعك وتهزيه من تحت لفوق كده، علشان المية واللون بتاع البنجر لما يتفرز والحاجات تختلط ببعضها كده ويبقى طعمه حلو ولونه حلو كله مع بعضه. وانتي برضو بتحطي الملح، ما تكتريش الملح قوي، خليه في المعقول وخليه في المقدار اللي ما يخليش الخضار معاكي يدبل قوي ويبقى مملح قوي. ده مش زي الزيتون طبعا وكده، لا الملح بتاعه بيبقى مقدار صغير، يعني ممكن معلقة او معلقتين على الكمية اللي احنا كبيرة على الكمية اللي احنا حاطينها دي. وبكده يبقى خلص معانا المخلل بتاعنا. ويا رب تكون طريقتي عجبتكم، ولو عجبتكم ادعولي دعوة حلوة لي ولأولادي بصلاح الحال. وما تنسيش تدعميني باللايك والشير والاشتراك في القناة، وفعلي زر الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا الجديدة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.